بين ضغطة إعجاب لايك ومشهد في مسلسل، يعيش المراهق اليوم رحلة مملوءة بتأثيرات تشكل أفكاره وتوجه اختياراته في زمن أصبحت فيه الشاشات الصغيرة نافذتنا على العالم. لم يعد المراهق يكون أفكاره فقط من أسرته أو مدرسته، بل من صور ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي ومن شخصيات يراها في المسلسلات أكثر مما يراها في الواقع. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل هذه الوسائل تساعد المراهق على النمو والتطور وفهم الحياة الواقعية، أم أنها تزرع بداخله أفكاراً وسلوكيات قد تغير مسار حياته وتفكيره؟ وأنا أشرب الشاي بخبركم عن قصة بنت مراهقة جميلة لم تتعدى سن 14 من عمرها، ونحن نتكلم مع بعض أنا وهي عن مواضيع مختلفة. وقفنا عند موضوع الزواج، وطبعاً هالموضوع شاغل تفكير كل مراهقة، شيء طبيعي، وأنها تشوف الزواج كله سعادة، حب وغرام، والزوج طول الوقت مع الزوجة، وبينهم كل سعادة وضحك ووناسة وهدايا وطلعات مع بعض. وفي منظورها أن هذا الزواج الصحيح، وهذا الزواج اللي لازم يكون، وهذا هو مسمى الزواج عندها. سمعتها للآخر وتركتها تعبر عن نفسها، لكن انصدمت لما قلت لها إن شاء الله تحصلين في المستقبل زوج بهالمواصفات. قالت شوف ليش لازم يكون كذي، هذا هو الزوج لازم يسوي هالشيء. شرحت لها أن اللي نشوفه في المسلسلات والسوشيال ميديا أغلبه تمثيل، ما في شيء من الواقع، وإن الواقع غير عن اللي ينعرض لنا من أفعال وكلمات. قالت خلاص أنا ما بتزوج إذا ما في هذا كله. وكنا نحن أصلاً جالسين في صالة البيت ومع بداية مسلسل جديد، تقول لي شوفي شو يسوي معاها، شوفي شو يقول لها. حاولت معاها وقلت لها أنت بعدك صغيرة على الزواج، ومع السنين وكل ما تكبرين سنة بتفهمين أكثر وبتفهمين الواقع. والزواج مثل البطيخة، ما حد يدري كيف بتكون وكيف بيكون طعمها. المراهقون بين الواقع والافتراضي. يبقى تأثير السوشيال ميديا والمسلسلات على المراهقين مصدر قلق كبير بسبب دوره في نشر المقاييس الغير واقعية. وأنا أنصح كل أب وأم أن تكون بينهم وبين الأولاد جلسة ودية، جلسة مصارحة، جلسة تجاذب الحديث لمعرفة ما يدور في ذهن المراهق وتصحيحها من المنظور الواقعي.